قرى معلقة في السماء فوق السحاب وعلى أطراف الجبال، تبدو وكأنها لوحة فنية تشكيلية تتمادى أطرافها سلسلة الجبال اليمنية، فيعجب المرء بقدرة هذا الإنسان اليمني الذي نحت الصخر فصنع بيته المتعالي الطوابق وتعايش مع بيئة في أعالي المرتفعات الجبلية بطريقة أذهلت العالم في هذا التمازج الجميل، الحياة فوق السحب وعلى أطراف الجبال. هذه القرى بنيت على قمم مرتفعة تقع على حافة هضاب شديدة الانحدار، ترتفع إلى أكثر من 2200 مترا عن مستوى سطح البحر، وتظهر للناظر وهي تعانق الضباب على ارتفاع شاهق ويشاهدها كما لو كانت فوق السحاب. تظهر منازل القرى متلاصقة بنمط معماري بديع البنيان، يصل علوها ما بين 4 إلى 5 طوابق، ما يجعلها من أقدم ناطحات السحاب التاريخية. تزينها تلك المدرجات الزراعية الخضراء، فتبدو برؤية المشاهد لها لوحات من الجمال غاية في الإبداع والسحر، فالمساحات الخضراء أصبغت عليها لونا جميلا بأشجار الفواكه المختلفة. الكثير من المرتفعات والأماكن التاريخية في اليمن